السؤال الخامس: متى تبعثوها ذميمة وتضرأ، إذا ضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتأمي. أراد الشاعر هنا أن يقول: متى تبعث الحرب؟ تبعثوها مذمومة، أي تذمون على إثارتها، ويشتد ضرمها إذا حملتموها على شدة الضرى فتلهب نيرانها. وتلخيص المعنى: إنكم إذا أوقدتم نار الحرب ذممتم، ومتى أثرتموها ثارت، وهيجتموها هاجت. يحثهم على التمسك بالصلح، ويعلمهم سوء عاقبة إيقاد نار الحرب. وفي البيت الآخر أراد: فتعرككم أرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتأمي، أي يقول: وتعرككم أي الحرب. أرك الرحى، أرك الرحى الحب مع ثفاله، وخص تلك الحالة لأنه لا يبسط إلا عند الطحن. ثم قال: وتلقح الحرب في السنة مرتين وتلد توأمين. جعل أثناء الحرب إياهم بمنزلة طحن الرحى للحب، وجعل صنوف الشر تتولد من تلك الحروب بمنزلة الأولاد الناشئة من الأمهات. وبالغ في وصفها باستتباع الشر شيئين: أحدهما جعله إياها لاقحة كشافة، والآخر إئتامها